طيب خليني أقرأ خبرين عاجلين وردا الآن على قناة العربية. نتنياهو يجري نتنياهو يقول طبعا في تصريح: نجري اتصالات لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح وبما فيها السويداء. هل هذا خبر عاجل على العربية الآن أستاذ هوشنج؟ هل تعتقد أن وضع السويداء سيستمر فيما هو عليه الآن، المطالبة بالانفصال ورفع العلم الإسرائيلي وطبعا هذه المطالب تقابل بالكثير يعني الرفض من جهة الحكومة السورية؟ ماذا تعتقد سيكون مصير السويداء في القريب القادم من الأيام؟ شوف المنطقة يعني على صفيح ساخن، والمتغيرات وخطط رسم خرائط جديدة للمنطقة موضوعة على الطاولة. لا يمكن التكهن بمصير سوريا ككل، يعني رأي قطعي الثبوت في هذا الخصوص ما فينا نتكهن ليه. إذا أنا أعطيتك الآن تصور معين لربما بعد 24 ساعة يكون هنالك شيء آخر. لكن إذا منح أحمد الشرع دروز السويداء بنفس ما تمنحه إسرائيل لدروز إسرائيل أو دروز فلسطين، لربما هذا يسد الطريق أمام أي مسعى انفصالي أو استقلالي في منطقة السويداء. لا أعلم إن كانت الفكرة وصلت أم لا. بمعنى مستوى دخل الفرد، الحقوق، الحضور، مثل ما هنالك حضور في الكنيست أن يكون هنالك حضور حقيقي للدروز في البرلمان السوري. مش قضية تعيين، مش فرض ليث البلعوث على أهل السويداء. مش بس هيك، في القوى الأمنية، في الجيش الإسرائيلي. يعني حقوق الدروز مصانة في دولة الكيان الإسرائيلي أم لا بنفس هذا المستوى أو يزيد؟ يعني شيء يغري أهل السويداء أنه أن يبقوا ضمن هذا الكيان. شوف أسامة، سويداء كانت دولة وتنازلت عن الدولة من أجل سوريا. سويداء في يوم من الأيام كانت دولة الدروز، دولة جبل العرب، تنازلت عن هذه الدولة لكي تتحقق الوحدة السورية والوطنية السورية. ماذا كان الرد؟ مجازر الجولاني. هنالك شيء ينبغي أن تقدمه حكومة دمشق الآن لكي ينسى أهل السويداء الجراح العميقة التي أحدثتها هذه الحكومة في جسد المكون الدرزي الأصيل وأبناء الكرامة. أبناء الكرامة مش مستعدين أن يتنازلوا عن كرامتهم لجماعة إسلامية متطرفة هي جبهة النصرة أو امتداد أو فلول لداعش والقاعدة. ينبغي لهذه الحكومة أن تقدم الكثير لكي تقنع أبناء السويداء بالبقاء، وما يتجهوا لمشاريع أخرى مدعومة سواء من إسرائيل أو من أي دولة أخرى. طيب هذا الكلام ينسحب على أبناء الساحل أيضا، وحتى على أبناء الجزيرة. ينبغي وأنا راح أجي أن هلا على تقنعنا. أبناء الساحل. هوشنج، سؤالي